انتم كي شفتوا اليوم كان عندنا اجتماع. هادو اجتماعات شهريين يعني تمهيدا يعني للدوره ان شاء الله اللي غادي تدار في وجده يعني في الشهر القادم. وهاد الاجتماعات كنديروهم يعني دوريه وفي الاقاليم كلها. واليوم كان عندنا اجتماع في بركان. وانتم عارفين الاقليم ديال بركان هو اقليم ديال الفلاحه بامتياز. ولهذا انني جيت حضرت انا شخصيا يعني في هذا الاجتماع. وجمعنا الساده الاعضاء وجاو عندنا رؤساء المصالح. وداك الشيء اللي داول يعني بين الساده الاعضاء والساده رؤساء المصالح حول الوضعيه الراهنه ديال القطاع. وحنا عارفين انه الفلاحه كتمر خصوصا في الجهه ديالنا بظروف جد صعبه نظرا يعني القله ديال التساقطات. وحنا املنا في الله انه ربي يرحمنا وترجع الامور للنصاب ديالها. ولكن في انتظار هذا حنا جلسنا مع الاخوان وكنداولوا الافكار يعني كيفاش نخفوا شي شويه الاعباء ولا نخفوا شي شويه الاثار ديال هذا النقص ديال التساقطات على الساده الفلاحه ديال اقليم بركان. والحمد لله انه خرجنا يعني بنتيجه انه الساده الاعضاء خرجوا هما مرتاحين. وغادي نبداو ان شاء الله في الاشتغال. ودرنا الموعد ديال الاربعاء المقبل ان شاء الله غادي يتعاود هذا الاجتماع هذا باش نشوفوا الساده الاعضاء فين وصلوا واش جابوا لنا شي مشاريع اللي ان شاء الله غادي نشتغلوا عليها جميع.